السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ اللهم صل على سيدنا محمد عليه السلام. عملنا بقى النهارده البسكوت كده بالايس كريم، او الايس كريم بالبسكوت. بصوا عاملينه عامل ازاي اهو. المفروض يجمد شويه عن كده بس يلا، مفيش صبر. بصوا بصوا عامل ازاي. بصوا ما شاء الله اهو، عملناه في البيت بطريقه سهله خالص وبسيطه. ويا رب بقى لو عجبك الفيديو متنسيش تشتركي معايا وتعملي شير او لايك. ويلا بينا نشوف مع بعض الطريقه القمر دي عملناها ازاي. يلا بينا نشوف الطريقه. معايا هنا كوبايه من كريم الشانتيه اهي، ومعايا كوب من الماء الساقع لو عندك حليب ماشي، ومعايا معلقتين من السكر بودر، ومعلقه كده من اللبن البودره او معلقتين الموجود عندي، وبسكويت اي بقى نوع بسكويت ساده عندك كده اهو هنحتاجهم. اي علب بقى او قوالب عندك. انا رصيت كده اول طبقه اهي كده من البسكوت على حسب من العلبه كده معايا خدت، وبرده معايا قالب اهو رصيت برده فيه حسب ما خد اهو. خلاص كده اهو، هشيل ده كده على جنب. تعالوا بقى نحط ايه هنا. معايا معلقه اللبن بودر، ومعلقتين من السكر بودر، وظرف من الفانيليا اهو. عايزه تعمليه بالكاكاو ماشي، ممكن تضيفي معلقتين كاكاو اسباني عادي، بس انا للاسف ما عنديش. هحط بقى نص الكميه وهضربها كده بالمضرب كده الكهربائي وارجع لكم. كده بعد ما ضربت الكريم شانتيه اهو، وادي البسكويت اهو هنضيف طبقه كده اهو على كده، نحاول نسويها كده. حابه بقى الطبقه بتاعته تقيله الطبقه خفيفه اهو. احنا كنا حاطين البسكوت تحت كده عشان من فوق نعمل نفس الطبقات بتاعته كده. هنغطيها بقى وندخلها الفريزر لحد ما تجمد، وبعد ما تخرج هنوريها لكم. هنا بقى القالب التاني اهو، بعد ما حطينا برضو طبقة من البسكويت هنضيف برضو هنا اهو. نفس الطريقة اهي بالظبط. نحاول ننقي واحدة سليمة بس يلا. كده بقى الكمية اللي انا عملتها اهي خلصت اهي معايا. هدخلها بقى الفريزر تجمد، وما تخرج هكون تمسكت وهوريها لكم ونشوفها مع بعض ونشوف طريقتها. طريقتها سهلة خالص اهي وبسيطة.